السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض كده الغداء بتاعنا النهاردة. هنعمل فاصوليا خضراء وبسلة وفراخ ومعايا رز ابيض. قبل ما تدخلي كده على الفيديو يا ريت تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. ان شاء الله غدانا النهاردة يعجبكم. معايا هنا طماطم انا غسلاها ومقطعاها، ومعايا بصل مقطعاه، ومعايا بسلة وفاصوليا خضراء وجزر. البسلة والفاصوليا والجزر دول انا مفرزوهم. تمام. معايا هنا مية على النار بتغلي. اللي معايا دي وراك انا غسلها كويس جدا، ملح وليمون وجنزبيل. الناس اللي بتسأل على زفارة الطيور عموما جربي الجنزبيل وانت بتغسليها، هيشيل منها اي زفارة. تمام. انا نزلت كده بالوراك اللي معايا هنا البصل مقطعاه وطماطمايه مبشوره وملح وفلفل اسود وبهارات. تمام. دعكتهم كويس كده بايدي، وبعدين هنزل بيهم على الفراخ. معايا كمان ورق لورا، ومعايا حبهان لسه هحطهم اهو. لو لسه ما حطيتيش اللايك يا ريت تحطيه. معايا هو الورق اللورا، ومعايا الحبهان. تمام. هسيبها بقى تتسلق. دي شكلها. معايا بقى هنا الطماطم، الكمية اللي انا عاملاها دي للطبختين، يعني للبسلة وللفاصوليا. هضربها بقى في الخلاط. معايا بقى حلة سايباها تسخن على النار. هحط فيها معلقة سمنة، هسيبها بس تسيح. كمية البصل برضو اللي انا مقطعاه للبسلة وللفاصوليا. تمام كده. هنزل بقى بنص كمية البصل اللي معايا. هسيبها بس ايه تصفر كده. ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. معايا بقى هنا معلقتين صلصة البرطمانات دي جاهزة. هشوحها بس شوية كده مع البصل. بعدين كده هنزل بالطماطم اللي انا ضرباها. تمام. هحط مع الملح والفلفل الاسود. تمام. هديها تقليبة بقى كده. بعدين بقى هجيب البسلة والجزر. انا طبعا اي خضار بفرزه ما بسيبوش يفك، انا بنزله على طول. اهي البسلة لسه متلجة اهي. وبعدين انا بحط البسلة لوحدها والجزر لوحده ما باجي افرزه يعني. تمام. وادي الجزر.
تمام. كده خلاص البسلة معايا، هسيبها بقى تستوي. ان شاء الله النهارده الاكل يعجبكم. كده انا بولع على العين التانية، هنقل بقى فيها دي، وهحط هنا حلة تانية فاضية هنعمل الفاصوليا. هسيبها بس تسخن. نفس اللي عملته مع البسلة هعمله مع الفاصوليا، بس الفرق انا بحط الفاصوليا توم. ادي معلقة السمنة، اسيبها برضو تسيح. معايا بقيت كمية البصل هحطه. كده انا عندي الفراخ على النار والبسلة على النار، وبعمل في الفاصوليا. تمام. برضو هسيب البصلة بس تصفر. وحطيت بعد كده معلقتين برضو صلصة من الجاهزة، اشوحها شوية مع البصل. بعد كده هنزل ببقية الطماطم. تمام كده معايا. تمام. دي كده كمية بقية الطماطم اللي معايا. برضو حطيت الملح، وهحط برضو الفلفل الاسود. تمام كده. بعدين هجيب الفاصوليا برضو زي ما هي ما فكتش، هنزل بيها على طول. انا طبعا لما باجي افرز اي خضار انا بفرزه زي ما هو، يعني بنضفه وبغسله كويس جدا، وبشيله زي ما هو، ولا بنزله في ميه بتلج ولا بنزله في ميه سخنه ولا اي حاجه. الفاصوليا دي متفرزه كده زي ما هي برضو. انا بس مقطعاها وغسلها كويس جدا ومنضفاها، وشلتها في اكياس في الفريزر. والبسله نفس الكلام، والجزر نفس الكلام. تمام. هنا بقى انا بعد ما نزلت بالفاصوليا حطيت توم مفروم. خلاص ده الاكل بتاعنا بعد ما استوى، ان شاء الله يعجبكم. ادي الفاصوليا والبسله والوراك طلعتها من الشوربه مسلوقه طبعا، حمرتها في الزيت وعملت رز ابيض. ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. جربي الطريقه دي وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.